بالفعل أن الرياض اختلقت مشكلة وبدأت تنتقد في العلن. مندوبها لدى الأمم المتحدة انتقد الموقف المصري في العلن، انتقد تصويت مصر باتجاه معين لأنها التصويت كان مخالف للرغبة السعودية. وهنا نتحدث عن، إذا كنا نتحدث عن مصر كدولة عربية رئيسية، كقوة إقليمية رئيسية لها رؤيتها للأمن القومي العربي بصفة عامة ولأمنها القومي، فمثل هذه الأمور معتادة أن تكون لدى كل دولة رؤية. يعني الرؤية المصرية هي حقن الدماء السورية، هي الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، هي إنقاذ الشعب السوري، هي مواجهة الجماعات المتطرفة والجماعات الإرهابية التي مزقت سوريا. هذه الرؤية مصر صوتت من أجل الحفاظ عليها ومن أجل دعمها. هنا تتوافق مع الموقف الروسي؟ نعم، مثلما السعودية تتخذ موقفا مغايرا للموقف المصري في ليبيا، والموقف المصري في ليبيا يدافع بالأساس عن الأمن القومي المصري، والموقف السعودي في ليبيا ينظر للمسألة وفق رؤيته الإقليمية. يعني هو يضع يده بيد الجماعات الدينية، يده بيد جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، على أساس أنه يراها جزءا من الحل في اليمن وتساعد على تحقيق رؤيته في اليمن وربما في العراق وفي سوريا. إذا مواقف الدول تتباين وتختلف، لكن أتصور أنه لو تصورنا الموقف العكسي، بمعنى أن السعودية صوتت ضد توجه عام لرؤية مصرية، ما كنا لنرى يعني المندوب الدائم المصري ينتقد الموقف السعودي علنا، لأن المندوب الدائم المصري صوت بناء على تعليمات من القاهرة وليس لمزاج شخصي، وتعليمات تأتيه من القاهرة معناها ببساطة شديدة أن هذه رؤية مصرية على الجميع احترامها، حتى لو اختلفنا، وكثيرا ما اختلفنا، ما اختلفت مصر مع السياسة السعودية في مناطق كثيرة. وبالتالي المسألة لا ينبغي أن تؤخذ بشكل أن هناك طرف يمكن أن ينتقد وطرف يمكن أن يعاقب وطرف يمكن أن يوقف اتفاقات سابقة. ما كنا نتمنى مثل هذه الأمور، لكن بالفعل هناك أزمة، ودخول بعض الشخصيات السعودية من رسمية وإعلامية لتوجيه نقد للموقف المصري، أتصور أنه سوف يزيد من تفجر هذه الأزمة. يعني هل الخلافات فقط بسبب الأوضاع الإقليمية ما يحدث في اليمن وسوريا وليبيا، أم أن أزمة تيران وصنافير برضو عاملة تلقي بظلالها؟ لسه الموضوع لم ينتهي وفي المحاكم رايح راجع. هل ده برضو بيلقي بظلاله على العلاقة؟ يعني عايز اقول ان تيران وصنافير ما هياش قضيه مصيريه في العلاقات المصريه السعوديه، بدليل انه لغايه سنه فاتت او 8 شهور فاتت ما كانش الموضوع مطروح على العلن. لكن عاده حينما تتفجر ازمات وخلافات يؤتى بالملفات الخلافيه، مثلما كان السودان من حين الى اخر يفتح معنا ملف حلب وشلاتين. حينما تكون العلاقات جيده يغلق هذا الملف، حينما تتوتر العلاقات المصرية السودانية نأتي بملف حلب وشلاتين والسودان يبدأ يتحدث. فأنا أتصور أن الجانب السعودي متفهم للإجراءات الدستورية والقضائية المصرية والمواقف السياسية، ولم يحسم الموقف تماما. لكن أتصور أن المملكة العربية السعودية كانت تتوقع من مصر أن تسير خلفها وتصوت وفق الرغبة السعودية. وابتدينا نسمع من بعض الكتاب أيضا السعوديين الكلام لماذا لا يعني تفعل السعودية مع مصر كما فعلت مع لبنان، وابتدى يبقى في كلام لا أصل مصر مختلفة عن لبنان، فابتدى يبقى في كمان نوع من أنواع التحريض. لا شوف يا أستاذ لميس، اللي أنا عايز أقوله لو كان الموقف المصري هو فقط لأنه ضد الموقف السعودي كنا ممكن نوجه لهم للخارجية المصرية، لكن الموقف المصري يدافع عن الأمن القومي المصري. ولو كان المندوب المصري قد اتخذ موقفا مختلفا ربما كان تعرض للانتقادات في أنه يفرط في الأمن القومي المصري. نعم. المسألة أننا نتحدث عن مصر بعيد عن الشكونية وبعيد عن التعصب. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن تلوي ذراع مصر بسبب مساعدات أو أمور من هذا النوع، لكن مثل هذه اللغة التي تحمل نوع من مشاعر السمو والعلو والمنح والمنع، أتصور أنها سوف تضر بالعلاقات أكثر مما تفيد. صحيح. ولدينا عديد من الإعلاميين السعوديين الذين يقولون مثل هذا الكلام ونسوا أن مصر دولة مركزية ودولة رئيسية، وشعبها واجه يعني الكثير من المشاكل وتحملها صابرا. فهذه اللغة لو استمرت أتصور أنها
ستدفع بالشرط الى الراي العام، وستدفع لمشاكل بين الشعبين وهو ما لا نتمناه. بشكرك دكتور عماد جاد. فيما يخص المملكه السعوديه كلمتين عشان نتكلم على شحنات البترول كمان اللي هي ما جاتش حتى هذه اللحظه. الحقيقه ان العلاقات المصريه السعوديه علاقات مهمه وراسخه. دول البلدين ركيزتا نظام الشرق الاوسط والنظام العربي، وبالتالي اي خلافات بينهم اظن انها يجب ان تكون خلافات تتحل في غرف مغلقه، مش على الشاشات، مش على اتهامات ومقالات رايحه ومقالات راجعه. مش بس عشان مصر بتاخد مساعدات من السعوديه، لا، لانه مصر دوله مهمه، السعوديه دوله مهمه، الدولتين علاقاتهم يجب ان تبقيا في هذا الاطار. ممكن نختلف، طبيعي جدا، ممكن نختلف، ممكن قوي ان احنا ما نتفقش على الموضوع اليمني، لان الموضوع اليمني يخص السعوديه اكتر ما يخصنا. الموضوع الليبي يخصنا اكتر ما يخص السعوديه، وبالتالي ممكن برضو نختلف. الموضوع السوري كل يرى الامور من منظوره، وبالتالي ممكن نختلف في وجهات النظر. ومش معنى انه السيد وزير الخارجيه المصري التقى بنظيره الايراني اي حاجه ضد السعوديه، لا، هذه مصر لديها علاقات مع الجميع، وبالتالي نتمنى ان هذه الاختلافات في وجهات النظر تبقى دايما اختلافات في وجهات النظر، وده شيء طبيعي جدا، وما تبقاش بقى في انتقادات علنيه. وهنا انا بعتب الحقيقه على الجانب السعودي في الموضوع ده، انه يعني ممكن نختلف، لكن هي فكره العلنيه في اظهار الخلافات ده بيوتر العلاقه بين البلدين بلا داعي، وبلا الحقيقه مش محتاجين ان احنا نزيد او ان احنا نخلق احتقان ملوش اساس. دولتين مهمين، دولتين العلاقة بينهم قوية، ممكن نختلف، لكن هذه الخلافات في وجهات النظر لا علاقة لها بصلابة ومتانة العلاقة بين البلدين. طيب نيجي للبترول. رويترز نزلت خبر انه شحنات، احنا عارفين ان احنا ماضيين مع ارامكو السعوديه ومع الجانب السعودي ومع شركتين سعوديتين تابعتين للحكومه طبعا السعوديه، ماضيين عقد 5 سنين بقيمه 23 مليار دولار، شحنات نفط من جميع البرودكتس او من جميع الانواع، مازوت وسولار وبنزين وغيره، يعني حوالي 700 ألف طن شهريا بيجوا كل شهر. ده اتفاق تجاري. خليني بس اوضح مجموعه من الحاجات قبل ما استاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزاره البترول يتكلم. هذا اتفاق تجاري، يعني اتفاق احنا بندفع فلوسه، ولكن بجريس بيريد، بفترات سماح وبتسهيلات كبيره جدا. مرة أخرى هذا اتفاق تجاري ولكن بتسهيلات كبيرة جدا وبفترات سماح، يعني مش بندفع، مش كاش اون ديليفري، مش هم يجيبوا الشحنة فاحنا ندفع الفلوس، أو مش هم، لا، في فترات سماح طويلة. الحقيقة هذا اتفاق كريم جدا ومحترم جدا بين البلدين، وأيضا فترات سماح ودفع متأخر وتخفيضات وكل حاجة، ولكن في اتفاق تجاري في الموضوع. طيب ده جزء من الكلام. ايه اللي حصل بقى للشحنات؟ هنعرف ده من الاستاذ حمدي عبد العزيز متحدث باسم وزاره البترول. استاذ حمدي، ماذا حدث؟ هل وصلتنا ال 700 ألف طن اللي بيوصلونا شهريا من المملكه، من ارامكو او من غيرها، هذا الشهر في اكتوبر؟ مساء الخير يا استاذ. مساء النور. أنا عايز بس أوضح لحضرتك إن الخبر اللي رويتر نشرته كان بناء على معلومات من تجار. معلومات إيه يا فندم؟ من تجار. أوكي. من تجار قالوا إن لو نعلي الصوت بس، نعلي صوت حضرتك، اتفضل. قالوا إن الإمدادات من أرامكو حضرتك ما جاتش لمصر من تجار، وفعلا هو على الفور لما اتصل بيا المندوب بتاع رويتر احنا اصدرنا بيان رسمي وقلنا فيه المعلومات الرسميه الصحيحه. نمره واحد، عايز اوضح زي ما حضرتك قلت ده اتفاق تجاري. ارجو بس ان حضرتك بس تتكلم بصوت اوضح شويه يا استاذ حمدي، اتفضل. ده اتفاق تجاري كده احسن يا فندم؟
ايوه كده، ده اتفاق تجاري مظبوط. اتفاق تجاري بحت. الصندوق السعودي بيسدد لشركه ارامكو قيمه المنتجات البتروليه بيتم توريدها لمصر، وهم على فكره منتجات محدده هي سولار وبنزين ومازوت. نعم. في كميات 700,000 برميل، وحسب احتياجات هيئه البترول ما بيتقال لهم احنا عايزين كميات قد كده من السولار في التوقيتات المعينه وفقا لكذا. فعلا الاتفاق ده مطبق من مايو ويونيو ويوليو وسبتمبر ماشي وفقا للاتفاق اللي بيتم. فيما يتعلق ب اكتوبر، احنا قلنا ان الحكم على احنا طبعا ما جالناش مرتبات من ارامكو، بل بالعكس النهارده في الانباء في مسؤولين من ارامكو بيتكلموا بيقولوا ان احنا ما فيش وقف للامدادات لمصر. النهارده حضرتك لسه في خبر منشور على الانترنت. على كل الاحوال احنا بنقول ان طالما هو الامر كله برومات واتفاقات تجاريه، ممكن قوي في مثل هذه التعاقدات طويله الاجل لان دي 5 سنين تعتبر في عرف الاتفاقيات التجاريه فترات طويله. ممكن قوي حضرتك ان بعض الشحنات لاي اسباب، لان ارامكو ما بتورطش الكميات دي من انتاجها، يعني هي بتتعاقد مع موردين خارجيين على تخطيط جزء من هذه. طب معلش يا استاذ حمدي، اكيد انتوا بتاخدوش معلوماتكم من الانترنت، اكيد انتوا لا انا بقول لما الشحنه اتاخرت، الشحنه بتيجي يوم ايه بالظبط في اول الشهر دايما بتيجي امتى؟ ده بيبقى جدول حضرتك هيئه البترول بتتفق معاهم على مواعيد معينه. اعتقد بيبقوا يجوا على 4 شحنات في الشهر مش كده؟ لا حسب حضرتك الجدول بتاع. طيب لما ما جاتش الشحنه في موعدها، هل رفعتوا سماعه التليفون على ارامكو قلتوا يا جماعه ايه اللي حصل؟ والله هو ممكن اكيد هيئه البترول اتصلت بيهم لان العلاقات طيبه مع ارامكو، لكن انا بقول لحضرتك ان ممكن اي اسباب فنيه او تجاريه، وممكن قوي ان الشحنات بتاعت شهر اكتوبر ما توصلش، ما فيش مشكله. يعني ايه ما توصلش ما فيش مشكله؟ لا ازاي يعني؟ لان حضرتك احنا بندفع الفلوس بتاعه الشحنات اللي هي الخاصه بالاسعار الاسعار الحاليه وقت توريد هذه الشحنات. وفي نفس الوقت عايزين نوضح حاجه، احنا بنستورد 700,000 برميل يوم 700,000 طن شهريا. استهلاك مصر من المنتجات البتروليه 6.5 مليون طن. ايوه ما احنا بنستورد جزء لكن ما كناش، لكن اللي حصل ليه هو عرف من تجار مراسل رويترز، لانه عرف ان مصر عملت مناقصه تطلب 500,000 طن، يعني زياده عن اللي هي بتطلبه كل شهر. مصر يا فندم لازم تأمن احتياجاتها. ده تمام، ما هو هي هنا حصل خلل ما بين اللي بيجي لك كل شهر وبين اللي انت طلبته، تمام ان انت تأمن صح. هي هنا الخبر هنا هو ليه عرفوا من تجار، ده خبر دقيق اللي عرفوا من التجار ان مصر طلبت مناقصه زياده. لا هو طبيعي احنا بنطلب المناقصات دي مش مستخبيه، المناقصات دي حضرتك مناقصات عالميه امام الشركات العالميه والموردين. احنا لازم نأمن المسؤول الاستراتيجي بتاعنا وفي نفس الوقت لازم نأمن الاحتياجات. طب إذا ليس لدينا معلومة إن كانت هذه الشحنات اللي جاية من أرامكو هتيجي ولا مش هتيجي، لا عندنا إيجاب ولا عندنا نفي، مظبوط كده؟ والله هو هيئة البترول تم الاتفاق مع شركة أرامكو، وأعتقد إن العلاقات طيبة، لكن مش مجرد إن هو تأخير 10 أيام يبقى الأمر يبقى فيه مشاكل ما بين الجانبين، يعني ممكن أوي تبقى الأسباب فنية أو تجارية من ناحيته، لكن عموما دعيني ما نسبقش الاحداث ان هيبان خلال هذا الشهر طبيعه عدم ورود هذه الشحنات من ارامكو السعوديه. بشكرك استاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزاره البترول. معلوماتي بقى، يمكن استاذ حمدي بيتحرك طبعا كمتحدث رسمي، انه اللي حصل انه لم يصلنا من ارامكو لا نعم ولا لا. بالفعل حصل اتصالات رسميه بين الجانبين، ليس لدى ارامكو، يعني ارامكو دي بيبقى باوردرز، بيبقى بتوجيهات، يعني ما فيش توجيهات دي لسه مش موجوده، ممكن يكون في تاخير لاي سبب زي ما الاستاذ حمدي بيقول. مصر كي لا يعني الحقيقه ان وزاره البترول من الوزارات المهنيه اللي هي بتتحرك بسرعه، لما لقت ان في تاخير في الشحنات راحت على طول نازله بمناقصه، مناقصه 15 يوم، يعني مناقصه اللي هي نص
نص استهلاك الشهر. المناقصه دي يوجولي كانت المناقصه كنا بنطلب 200 ألف طن، احنا المره دي طلبنا 500 ألف، وده معناها ان زياده. طبعا ده معناها ان انا هدفع زياده لان انا بطلب ناو. لما بتطلب حاجه على مثلا بعد شهرين ثلاثه توردها، بعد شهرين ثلاثه بيبقى لها سعر، غير لما بتطلب حاجه ناو دلوقتي. انا عايزك دلوقتي تورد لي 500 ألف طن، وبالتالي انا ضربت السعر كما علمت في 2. بنك مركزي مشكورا وفر الفلوس ووفر الدولارات ووفر الموارد، ولكن ده الموضوع انا بقوله بدقة شديدة جدا وبقوله بمعلومات دقيقة. ده مش معناه حاجة، يعني مش معناه انه مثلا ده، يعني انا مش عايز اربط الامور ومش عايز اعمل خط كده يمتد انه مثلا زعلانين فعملوا كذا، لا يعني اكيد لا. لانه مصر لا تعاقب، واظن ان السعوديه لا يمكن ان تفعل ذلك. يعني انا كمان عندي حسن نيه في الامرين، عندي حسن نيه في المملكه السعوديه، وايضا عندي ثقه ان مصر لا تعاقب. خلونا نشوف هذا المقطع من كلمه كريستين لاجارد امبارح، او من مقالته